لو البانيه مش بيطلع معاكي كده يبقى انتم بتعملوه غلط. تعالي بقى اقولك السر اللي هنخلي البانيه مقرمش من بره وطري ولذيذ من جوه، وكمان الكفر يفضل معاكي متماسك وحلو جدا زي ما انتم شايفين كده. كفر متماسك وطعمه لذيذ بجد وهيشرفك. ويلا بينا على طول نبتدي. معايا بيضتين وبحط عليهم بصلايه مبشوره ناعم خالص، ومعايا ملح فلفل اسود كزبره معلقه صغيره. وبعدين هنا معايا علبه زبادي، وهنا الزبادي هو اللي بيدي طراوه للبانيه معايا عشان يبقى طري وجوسي من جوه كده. بنحط علبه الزبادي هتفرق معاكي في الطعم. ومعايا عصره ليمونه، نص ليمونه. وبقلب كل المكونات دي مع بعضها كده بالشكل ده بحيث ان هما يبقوا متجانسين خالص. انا عملتهم بالمضرب كده عشان يبقى كل الخليط متجانس مع بعض بالشكل ده. وبعدين كده بنزل بالبانيه. معايا طبعا كيلو من البانيه، غسلاه كويس جدا بالشكل ده كده ومتقطع شرايح زي ما انتوا شايفين، سواء حابين ان هي شرايح عريضه او رفيعه زي ما تحبوا. وبنقلب كده شرايح البانيه في الخلطه اللي احنا عملناها. يعني عايزه اقول لكم في 5 دقايق البانيه ده هيبقى جاهز معاكي. بحط كده كل الشرايح وبحاول ان انا اخلي التتبيله تدخل في كل شرايح البانيه. وباخدها كده وبسيبها ساعه في التلاجة او ساعتين. وبعدين بقى بعد كده باخد شرايح البانيه على طول بحطها في البقسماط المطحون او الفيجيتار المتوفر عندك. ايد بطلع بيها، والايد التانية بضغط على البانيه كويس جدا. الضغط مهم جدا كده بالشكل ده علشان الكفر يبقى متماسك معاكي، تضغطي كويس جدا بالشكل ده كده. بصوا انا هنا عامله كيلو من البانيه بس انا مش هعمله كله. يعني انت بتبقي مجهزاه بالشكل ده وتحطيه في علب وتحطيه في الفريزر. كل ما تحبي ان انت تطلعي وتعملي يبقى جاهز معاكي هتطلعيه على التحمير على طول فيبقى سهل عليكي. يعني انا دلوقتي هعمله كله، في جزء هحطه في الفريزر وجزء انا هسويه دلوقتي. اضغطي كويس جدا، اهم حاجه الضغطه كويس جدا عشان الكفر ما يفكش معاكي. برجع اكد على المعلومه دي علشان الناس اللي بيفك منها الكفر. تمام كده. انا حطيت جزء في الفريزر وبرجع هحمر معاكم جزء هنا. طبعا في طاسه بحط شويه من الزيت او شويه من السمنه زي ما تحبي، صغيرين مش كتار، وببتدي احمر بالشكل ده. هيطلع معاكي لونه ذهبي وحلو جدا وجوسي وطري من جوه، وعايزه اقول لكم ريحته وطعمه تحفه بجد. زي ما انتم شايفين. اتمنى بقى ان انتوا تحطوا لي لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتيش معايا اشتركي وفعلي الجرس على الكل عشان ينزلك كل فيديوهاتي الجديده، وشيروا الفيديو لاصحابكم عشان الكل يستفاد معانا. شوفوا لونه ذهبي جميل ازاي، والكفر متماسك معايا لاخر قطعه، وكمان وانت بتاكليه هتلاقيه متماسك معاك. شوفوا لون البانيه حلو جدا والكفر متماسك، وعايزه اقول لكم شوفوا مقرمش من بره وطري جدا ولذيذ من جوه. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وما تنسوناش بلايك وكومنت تقولوا له ايه رايكم في الوصفه او بتشاهدوني من